كلنا بنمر لحظات بنحس فيها إننا استنزفنا تماماً، وصلنا لآخرنا. اللحظة اللي بنفكر إنها النهاية ممكن تكون في الحقيقة هي البداية. في حلقتنا اليوم هنتابع قصة عن السقوط ده وعن العودة منه. بكلمات بسيطة بس بتوجع قوي، سليم بيوصف حاله: شعور بالإرهاق التام. لما الواحد يفضل يدي وما يلاقيش مقابل، يفضل يصدق وفي الآخر بيتخزل. وهنا كانت نقطة الانهيار، النقطة اللي بدأت منها كل حاجة. طيب خلونا نفهم بالظبط إيه اللي حصل. إيه هو طبيعة الانهيار ده؟ وليه سليم حس إنه متدمر تماماً بالشكل ده؟ لو نرجع بالزمن شوية، حياة سليم كان فيها أمان وفرح. كان عنده ذكريات جميلة، لحظات بتديله إحساس بالسكينة، زي ضحكة كانت في يوم من الأيام هي مصدر السلام لقلبه. وهنا بيحصل التحول الصعب. نفس مصدر الفرح ده هو نفسه اللي بقى مصدر للألم. الضحكة اللي كانت بتريح بقت وجع بيكسر الضلوع. وده بيورينا قد إيه الجرح كان عميق، لدرجة إن الذكريات الحلوة نفسها صارت مؤلمة. وهنا بنوصل لجوهر المشكلة. سليم وهو بيتكلم مع صديقه آدم بدأ يفهم حاجة مهمة جدا. المشكلة ما كانتش في نيته الطيبة، لا، المشكلة كانت في إنه كان ماشي ورا قلبه بس، حتى لو قلبه ده بيبعده عن إيمانه. كان فاكر إن الطيبة لوحدها كفاية، بس اكتشف إن البعد عن الإيمان بيخلي الواحد هش، سهل ينكسر. وهنا بقى بتيجي اللحظة اللي بتغير كل شيء. في عز اليأس، النور مش لازم يجي كمعجزة كبيرة، أحياناً بيجي في همسة من صديق أو آية من كتاب. من هنا الأمل بيبدأ يرجع، من خلال الصداقة ومن خلال كلمات هتغير نظرة سليم لكل حاجة. آدم بيقدم لصديقه تعريف مختلف تماما للصبر، تعريف بيقلب كل مفاهيمه. الصبر مش معناه إن الواحد يستنى الألم يخلص، لا، الصبر هو إنك تفضل واقف وثابت رغم وجود الألم. القدرة على إنك تثبت رجلك والعاصفة شغالة حواليك. الثبات مش في إن الألم يروح، لا، الثبات رغم إن الألم موجود. وفي عز ضعفه ده، عين سليم بتقع على الآية دي، وهنا بتحصل لحظة تواصل عميقة جدا. حس كأن الكلمات دي مش مكتوبة من قرون، لا، كأنها نزلت ليه هو في اللحظة دي بالذات. ما كانتش مجرد قراءة، كانت زي نداء مباشر لروحه، رسالة بتقوله حتى في عز الوجع في صمود جميل، صبر فيه كرامة. وهنا الفكرة كلها بتبدأ توضح في عقله. طول عمره كان بيحاول يمشي بقوته هو وفاكر إنها كفاية، بس دلوقتي أدرك إن القوة الحقيقية، القوة اللي متتكسرش، مش إن الواحد يكون لوحده صلب زي الصخرة، لا، القوة الحقيقية إن الواحد يمشي جنب مصدر القوة اللي عمره ما بينتهي. يعني التحول من أنا أقدر لأنا أقدر بيك يا رب. طيب، الفكرة دي عظيمة، بس إزاي الواحد يطبقها؟ هنا سليم بيروح لمعلمه الشيخ يوسف عشان يفهم أكتر عن مفهوم القوة الجديد ده. الشيخ يوسف بيشرح له الفرق ببساطة شديدة. لما الواحد بيحاول بقوته هو بس، النتيجة دايما بتكون إرهاق وفشل، كل مرة بيقع فيها بيتكسر. لكن لما الواحد يستقوي بالله، الموضوع بيختلف، بيلاقي صمود وسكينة، والأهم القدرة إنه يقوم تاني بعد كل وقعة. عشان كده كل محاولاته اللي فاتت كانت بتفشل. وهنا سليم بيسأل سؤال يمكن كتير مننا بيسألوه لما بيبعد: الخوف من إن الواحد يكون بعيد لدرجة إنه ما يستاهلش يرجع، أو إن يكون خلاص فات الأوان. جواب الشيخ يوسف كان بسيط ومريح جدا. قالوا: هو ربنا بيقفل بابه؟ أبدا. يمكن كل الودع ده ما كانش عقاب، يمكن كان هو نفسه دعوة عشان الواحد يرجع له، يمكن كان هو الطريقة اللي القدر بيستخدمها عشان يرجعه للطريق. وهنا بنوصل لذروة القصة، اللحظة اللي الكلام النظري بيتحول فيها لفعل حقيقي، اللحظة اللي سليم بيطبق فيها كل اللي فهمه. وهو ساجد، كل اللي قدر يقوله كان الكلمات البسيطة دي. ده مش مجرد دعاء، ده إعلان استسلام كامل. دي أول خطوة عملية، الاعتراف بالضعف وطلب القوة من المصدر الصح. ومن اللحظة دي كل حاجة بدأت تتغير. التغيير ما كانش سحري، والظروف الخارجية ما اتغيرتش فجأة، لا، التغيير كان جوهري من الداخل. من اللحظة دي طريقة سليم نفسها في التعامل مع الحياة هي اللي اختلفت. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ وإيه نتيجة التغيير ده؟ والأهم، إيه معنى إن الواحد يتحسن في سياق زي ده؟ وهنا النقطة المهمة، الحل ما كانش إن المشاكل تختفي والحياة ما بقتش سهلة فجأة، لكن اللي اتغير هو الأساس اللي قلب سليم بقى بيسند عليه، بقى بيستند على قوة عمرها ما بتضعف، عمرها ما بتنهار، وده اللي اداله القدرة إنه يواجه الصعب بثبات وسكينة. طيب إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من رحلة سليم؟ أول حاجة،
القوة الحقيقية مش في مقاومة الوقوع، لكن في التسليم للي أقوى مننا. تاني حاجة إن الوجع مهما كان صعب ممكن يكون هو نفسه الطريق اللي بيرجعنا. وآخر حاجة إن الواحد لما بيتعلم يقوم وهو سند على ربنا مش على نفسه، صموده بيبقى مختلف تماما، صمود لا يهتز. وفي النهاية القصة دي بتسيبنا مع سؤال مهم جدا للتفكير، لأنها بتقول لنا إن القوة يمكن مش في إن الألم يختفي، لكن في القدرة على رؤية الله في قلب الألم نفسه. ومن هنا بالذات بيجي الصمود الحقيقي.